السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض الكرنبيط كده، اكله من اكلات الشتاء الجميله. هنعملها بطريقه سهله خالص. هنعملها كده بطريقه زمان، طريقه امهاتنا اللي احنا اتعودنا عليها، وبجد طريقه حلوه وخفيفه وسهله كده. خليكي كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. وهنعمل كمان شويه طماطم كده سلطه، بتوم وخضره بس. معانا كده اول حاجة كرنبيطة جبناها وفصصناها، وشلنا الزيادات من عليها. وبعد كده هنجيب حلة نحطها على النار، نحط فيها مية كده لحد ما المية تسخن معانا. هننزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة من الكمون، ومعلقتين من الخل. وهننزل كده بالكرنبيط علشان نسلقه فيها اهو. زي ما انت شايفة كده هننزل بالكمية كلها اهو لحد ما تستوى معانا. هو هنا بياخد من 7 ل10 دقايق، عشان احنا كمان حاطين معاه معلقتين خل، فبنسهل عملية التسوية بتاعته لحد ما يستوى معانا زي ما انت شايفة كده. وهنبدأ نصفيه من المية اهو. ما بتسيبيهوش فترة طويلة عشان ما يتهريش معاكي. بعد كده بقى بنبدأ نجهز كده الخلطة بتاعة الكرنبيط. هنجيب كده معانا شبت، ومعانا كمان كزبرة خضراء. انا بقطعهم حتت صغيرة عشان هضربهم، كل دول هضربهم في الكبة. ومعانا كمان طماطم، ومعانا توم، ومعانا بيضتين، ومعانا مكعب مرق. هنحط كل المكونات دي كده في الكبة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، وهنضربها. ممكن تحطيهم في الخلاط وتضربيهم في الخلاط اهو. زي ما انت شايفة احنا حطينا الخضرة، وبعدين الطماطم والثوم، وبعد كده مكعب المرق. وهننزل بمعلقتين كبار ومن الدقيق. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا، فلفل اسود، ومعانا ال7 بهارات، ومعانا كمان شوية كزبرة ناشفة وكمون. وهنحط كمان شوية من الملح اهو زي ما انتوا شايفين كده. وكمان حطينا شوية من الكركم عشان يدينا اللون اللي هو الذهبي الجميل ده. وهننزل كمان عليهم بالبيضتين، وبكوباية الا ربع من المية. وهنضرب كل دول كده في الخلاط زي ما انت شايفة لحد ما الخليط معانا ينعم خالص اهو. عايزة اقولك التتبيلة دي تحفة، والله حلوة جدا حلوة جدا اهو. زي ما انت شايفة كده هنفرمها كويس جدا. و هنبدأ بقى نقلبها كده. بس هنا كانت حسيت انها خفيفة شوية، فحطيت عليها معلقة دي كمان. خلاص كده عملنا الخلطة بتاعتنا، وهننزل بقى عليها بالكرنبيط كده، وهنسيبها بمعدل مثلا نص ساعة كده محطوط فيها، عشان الكرنبيط بتاعنا يشرب من التتبيلة اهو. لحد ما نحط كده طاسة على الزيت، ونكون مسخنينها كويس جدا، عشان هنا لازم الزيت يبقى سخن جدا. ما تحطيش الكرنبيط في الزيت يكون بارد، لازم يكون سخن قوي، او تكوني بصي مسخناه قوي. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده فيديوهاتنا اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم، وتكون كمان بتستفادوا منها. خلاص كده انا هنا كنت عملت بطريقتين يا جماعة. يعني انا هنا قليته بطريقتين. اول طريقة اخدت من الخلطة على طول وحطيت في الزيت زي ما انتوا شفتوا كده. الطريقة دي كانت الاولانية. الطريقة التانية انا حبيت كده ان انا اخليها يعني عاملة زي كنتاكي كده شوية. فطلعتها من الخليط وحطيتها في دقيق وحطيتها في الزيت. انا بالنسبة لي الطريقتين كانوا حلوين جدا. بس انا يعني الولاد حبوا اكتر اللي محطوطة فيها دقيق بعد الخلطة. دي كانت بالنسبة لي كانت يعني شكلا كمان، وفيها قرمشة اكتر. فهما الطريقتين بالنسبة لي كانوا حلوين جدا. فانتي قدامك الطريقة دي او قدامك الطريقة دي، مفيش مشكلة خالص. خلاص كده احنا كنا قليناه وطلعناه. عايزة اقولك لونه كان حلو وطعمه كان حلو جدا جدا. عملنا بقى شوية طماطم كده، محطناش عليهم اي حاجة خالص، غير ان احنا قطعناهم كده قطع كبيرة زي ما انتوا شفتوا. وجبنا كده شوية من الشبت وشوية من الكزبرة الخضراء، وقطعناهم حتت صغيرة وهنحطهم عليها كده واهو.
ومعانا كمان 3 فصوص كده من الثوم. عايزه اقولك ان الطماطم المتبله او المخلله دي طعمها بيبقى حلو جدا. تاكليها بقى مع الكرنبيط مع اي حاجه تانية، عايزه اقولك طعمها بيبقى حلو قوي. اهو احنا هنا كنا بنقطع كده الفصين الثوم صغيرين. لو انت عندك ثوم مفروم ممكن تحطي معلقه صغيره من الثوم المفروم. لو مش عندك بتقطعي 3 فصوص ثوم كبار كده حتت صغيره خالص وبتحطيهم على الخلطة كده. نحط بقى التوابل بتاعتنا، شوية من الملح وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون، وكمان بنحط فلفل اسود عليها، و بنحط كمان شوية من الشطة كده عشان تبقى مشطشطة كده طعمها حلو، و7 بهارات. بصي بقى اي بهارات كده عندك عايزة اقولك حطيها، وديلك الطماطم دي في حتة تانية خالص. مع بقى معلقتين كده من الزيت على معلقتين من الخل، اهو زي ما انت شايفة كده. وهنقلب كل المكونات كده مع بعضها اهو. عايزة اقولك بقى دي بجد تفتح النفس كده وتخليكي تاكلي. بصي ما تشبعيش خالص والله بجد. اهو جربي كده الطريقة بتاعة الكرنبيط بتاعة النهاردة. وكمان الطماطم، سلطة الطماطم دي حلوة جدا جدا وطعمها حلو قوي وحاجة كده خفيفة. وطبعا احنا الكرنبيط طبعا من الاكلات الشتوية اللي احنا كلنا بنحبها، وبجد يعني بيدفي كده وحاجة حلوة قوي. وطريقته سهلة جدا، ما خدتش معانا اي وقت خالص خالص زي ما انت شفتي كده اهو. بصي بقى ده الشكل النهائي كده، حاجة كده جميلة وما خدتش معانا وقت خالص. اتمنى كده ان الفيديو يكون عجبكم، وتكون كمان طريقة الكرنبيط كانت سهلة وخفيفة. وعايزة اقولك كان طعمه حلو جدا.